اليوم غادي نهضروا على واحد الشخصيه المثيره للجدل في التاريخ السياسي المغربي، واللي بزاف ديال الناس بقاو كيهضروا عليها حتى من بعد الوفاه ديالو. حديثنا اليوم هو على ادريس البصري، الرجل اللي كان معروف بالنفوذ القوي ديالو وكنيته رجل السلطه الحديدي في المغرب. ادريس البصري تولد في مدينه سطات سنه 1938، وترعرع وسط عائله متوسطه منذ الصغر. كان معروف بالذكاء ديالو وقلبه على الخدمة، داكشي اللي خلاه يقرر يلتحق بالشرطة. في الأول بدا كيخدم كضابط عادي، ولكن من بعد تعيينات وتدرجات في المناصب ولا سريعا رئيس قسم الشؤون السياسية في وزارة الداخلية. إدريس البصري تميز بسرعة كفاءته، مما خلى الملك الحسن الثاني يأخذ فيه ثقة كبيرة. في 1979 تعين البصري وزير الداخلية، وكان هذا المنصب بداية النفوذ القوي ديالو في المغرب. ماشي غير منصب عادي، بل ولا تقريبا المسؤول عن الأمن والسياسة الداخلية وحتى الإعلام، بحيث كان مراقب صارم للصحافة، كيحكم على شنو يتقال وشنو ما يتقالش. المرحلة اللي بقى فيها البصري على رأس وزارة الداخلية كانت معروفة بصرامتها، حيث الناس كيقولوا عليه سنوات الرصاص. البصري كان ما كيرحمش، وكيتعامل بيد من حديد مع اي معارض او سياسي كيحاول يزعزع الاستقرار. بزاف الناس عانوا في هذه الفترة، كاين اللي تعرض للاعتقال التعسفي، وكاين اللي ما بانش نهائيا. هنا بزاف ديال الحكايات على فترات صعيبة، وهادشي كيخلي حتى اليوم الجدل مستمر حول افعاله وقراراته. ادريس البصري ما كانش مجرد وزير، بل كان حتى كيتحكم في الإعلام والمخابرات والسياسة بصفة عامة. كان معروف بالقدرة ديالو على التحكم في الحياة اليومية ديال المغاربة من خلال قرارات صارمة، بحيث كان كل شيء مراقب، سواء في الإعلام ولا حتى في الأحزاب والجمعيات. البصري كان كيتقرب من الملك الحسن الثاني، وكان معروف عليه بالولاء الكبير ليه، داكشي اللي خلاه واحد من أقرب الناس ليه ورجل ثقة في المملكة. الحسن الثاني كان عنده اعتقاد بأن البصري هو اللي غادي يضمن الاستقرار ويبعد أي تهديد للنظام. هاد العلاقة القوية مع الملك عطاته قوة كبيرة وخلاته ما يخاف من حتى واحد. ملي توفى الملك الحسن الثاني سنة 1999 وجاء الملك محمد السادس، الكل توقع أن البلاد غادي تعيش تغييرات كبيرة، وبالفعل فواحد من أول القرارات الملكية، الملك محمد السادس قرر إعفاء إدريس البصري من منصبه. وهذه كانت صدمة كبيرة للناس، حيت بزاف منهم ما تصورش البصري كيغادر السلطة بهذه الطريقة. من بعد هذا القرار من بعد هذا القرار مشى البصري لفرنسا، وبقى هناك بعيد عن الأنظار حتى توفي سنة 2007. إدريس البصري خلى وراءه بزاف ديال النقاشات. كاين اللي كيشوفوا رجل النظام اللي حمى المغرب من الفوضى، وكاين اللي كيشوف فيه واحد المسؤول اللي كان كيستخدم السلطة بطرق قاسية. والدور ديالو كيخلي المغاربة حتى اليوم مختلفين على التقييم ديالو. واش كان فعلا كيدافع عن البلاد، ولا كان مجرد رجل حديدي كيرتكب أخطاء كبيرة في حق الشعب؟ بغينا نعرفوا الآراء ديالكم في هذا الموضوع الشائك. شنو الرأي ديالكم في إدريس البصري؟ واش كان فعلا كيدير المصلحة ديال البلاد، ولا كان كيضحي بحرية الشعب في سبيل السلطة؟ إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة باش نوصل لكم كل جديد.